عالم الحيوان يدور حول قانون معروف للجميع، فالبقاء للأصلح. تلك النظرية تقوم على الدور بين المفترس ومطاردة الفريسة التي تقوم بدورها في محاولة لحماية نفسها من تلك المفترسات الشرسة. بعض الأنواع طورت آليات مختلفة للفرار والنجاة. الحيوانات لديها العديد من الآليات التي تساعدها في الدفاع عن نفسها وتجنب الحيوانات المفترسة. العديد من الدفاعات المماثلة لها تطورات مختلفة باختلاف أنواع تلك الفرائس، وقد تبدو لنا اختلافات طفيفة. المخالب والأسنان والتمويه شائعة للغاية. في كثير من الأحيان تقوم العديد من الحيوانات بالفعل برش السوائل السامة أو كريهة الرائحة لإبعاد الحيوانات المفترسة، وهناك آخرون ممن لديهم حماية في جسدهم مثل النيس. عندما يظهر حيوان مفترس لمهاجمتها يمكن أن تعلمه درسا قاسيا. عندما يهاجم الثعبان النيس يمكن أن يصبح سيئا حقا بعدة طرق. بالإضافة إلى هذه الصور الرائعة للثعبان الكبير الذي حاول مهاجمة النيس، الثعبان قد حقق بالفعل شيئا كان من الصعب صنعه. كان قادرا على قتل النيس وأكله، لكن بالطبع النهاية ستكون ضارة للثعبان. انتهى الأمر بموت الثعبان نتيجة وخز الأشواك في جسده. هناك أيضا حالات أخرى حيث هاجمت أفاعي حيوان النيس مما جعلها عرضة لأشواكه الفتاكة. لقد ترك مع عشرات المسامير في جميع أنحاء جسده. هذه الثعابين تعلمت درسا قاسيا، وهو أن مهاجمة حيوان بدرع ليس شيئا جيدا، ويمكن أن يعرض نفسه لمخاطر فتاكة. حيوانات النيس عبارة عن قوارض بطيئة الحركة تتميز بوجود أشواك حادة على ظهرها، وقد تم العثور على حيوانات النيس في جميع قارات العالم. تعتمد السلوكيات الدفاعية عند حيوان النيس على الأشواك والرائحة والصوت، وفي كثير من الأحيان تظهر هذه السلوكيات الدفاعية عندما يكون النيس هائجا أو منزعجا، حيث إن هناك 4 سلوكيات دفاعية تظهر عند حيوان النيس، وهي انتصاب الأشواك وتناثر الأسنان وإطلاق الرائحة والهجوم. يتم ترتيب هذه السلوكيات من الأقل إلى الأكثر عدوانية على التوالي، حيث تقوم حيوانات النيس برفع شوكها الحاد لدرع الحيوانات المفترسة، وجنبا إلى جنب مع رفع الأشواك تسرق حيوانات النيس أسنانها لتسبب ضوضاء سمعية لتحذير المفترسين من الاقتراب. وغالبا ما يقترن هذا السلوك بالارتعاش الجسدي الذي يستخدم لعرض المزيد من الأشواك الخطرة. وفي حال فشل الوسائل السابقة سيستخدم النيس أسلوب الرائحة، حيث ينتج النيس رائحة غازية عن طريق الجلد الموجود فوق الذيل في أوقات الخطر. وإذا فشلت العمليات المذكورة سالفا، فسوف يهاجم النيس الأعداء عن طريق أشواكه الحادة التي قد تسبب الإصابة البالغة أو الوفاة في حال اخترقت أجسام الحيوانات المفترسة. يستخدم القنفذ والنيس سلوكيات دفاعية مختلفة عندما يشعرون بالتهديد. فعندما يشعر القنفذ بالتهديد فإنه ينطوي حول نفسه في شكل كرة، وتعمل أشواكه كحاجز دفاعي لوقف هجمات الحيوانات المتوحشة. ومن ناحية أخرى يقوم النيس بتقويس ظهره، حيث ينفش شوكه عندما يشعر بأي تهديد. يقوم أيضا بالتلويح بذيله ليصطدم بالعدو، ثم تنفصل أشواك ذيله وتلتصق بالحيوانات المهاجمة. وكما هو موضح في صورتنا المصغرة، فقد حاولت الأفعى التهام فأر، ولكن تدخل النيس في الوقت المناسب.